السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية ولمسة عصرية. والنهاردة معاكم في شقة عروسة جديدة. شقة عروستنا النهاردة من محافظتي محافظة دمياط، من منطقة اسمها أم الرضا، قريبة كده لمدينة دمياط الجديدة. أول ما ندخل باب شقتنا كالعادة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك للعروسين يا رب، ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من كل قلبكم وقولوا اللهم امين. هنا كده اول حاجه دخلنا منها باب الشقه، وهنا كده العروسه عاملين النيش والبوفيه بالشكل ده على قد الجدار. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده في بدايه الفيديو لو حد شافني يعمل لي لايك ويعمل لي باي باي، ومتنسوش تكتبوا كومنت القمر الجميل زيكم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عروستنا النهارده جهازها كانها بنوته وحيده، الا وهي اصغر اخواتها والدلوعه بتاعتهم. مامتها حد ذوق جدا جدا، بسم الله ما شاء الله عليها، كانت نفسها تجيب لها نجمه من السماء. بسم الله ما شاء الله. هنا كده النيش معانا قطعتين، كل قطعة فيهم عملت القطعة اللي على الشمال دي، اللي الناحية دي فيها كل الحاجات الجولد، وهنا كل الحاجات السيلفر زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. حطيت فوق كده القارورة هنا بالشكل ده بالكاسات بتاعتها، ودخلت معاها طقم كاسات كده ما شاء الله جميل برضو وسيلفر زيها. تاني رف حبيت افصل ما بين السيلفر لان بيكون واضح شوية، حبيت افصل ما بينهم بالكريستال ده. هنا معايا طقم الجاتو الكريستال مع طقم الكاسات القمر ده بالقارورة بتاعته. اما هنا في الرف اللي بعده حطت لها القارورة دي بكاساتها، ودخلت معاهم طقم الكاسات اللي بالصينية. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا حطت لها جزء من الطقم الصيني، هي ما شاء الله جايبة طقمين صيني اللي هما النص مش الكبير الكامل، لا هي جايبة 2 نص عشان يبقى عندها اشكال مختلفة. وده تقريبا تفكير اغلب الناس دلوقتي، لو عايزين اكتر من شكل، بحيث يعني العروسة لو نفسها في ذوق معين ومامتها نفسها في ذوق معين يرضوا جميع الاذواق. نشوف مع بعض القطعة التانية، وبعد كده نشوف مع بعض قطعة البوفيه. القطعة دي زي ما قلت لكم كلها حاجات جولد زي ما هو واضح قدامكم. شوف انا رصيتها ازاي، حطيت لها فوق القارورة القمر دي بالشبات الطويلة اللي معاها، وحبيت افصل شوية بالكاسات اللي فيها اسود وهي مطعمة بذهبي بسيط قوي. اما هنا كده معانا طقم الخشاف ده وقارورة، فكان ما ينفعش يبقوا جنب بعض في رف واحد. قلبت كده البوله بتاعه الخشاف الكبيره واستخدمت قارورة فقط، فكان شكلها لطيف قوي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا هستنى رايكم في الكومنتات. اما هنا الرف اللي بعده حطيت فيه القارورة دي مع كاسات، ومن تحت هنا طقم الشاي والجاتو، طقم الكامل مع بعضه بلونه المميز والقمر ده. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اما بقى في البوفيه حطت لها هنا الطقم الاركوبال ده كامل. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدها ويهنيها بكل حاجتها، اللهم امين يا رب. اما هنا بقى حطيت لها كده باقي الطقم الصيني اللي هو ده، وحاولت على قد ما اقدر ان انا احط الطقم الصيني التاني كامل مع بعضه، نظرا للكميه والمساحه اللي معايا، عشان يبقى استغلينا كل المساحات بتاعه عروستنا. بالنسبه للبوفيه حطيت لها عليه الصينيه القمر دي مع الزرعه الجميله، مع دي تمشي طفايه تمشي حاجات كده كتير. هي دايما بتبقى اغلبهم اشكال ديكوريه. هنا كده زي ما انتم شايفين البرواز في منتصف كده النيش، معمول بشكل كده ان هو بسم الله ما شاء الله على قد الجدار. اما هنا على شمالنا هنا ده مدخل الطرقه بتاعه الحمام. هنا عاملين جزء ده كده للحوض، زائد هنا كده الغساله دي عندها 2 غساله، فمش هتستخدم دي حاليا، فيما بعد تستخدمها بقى اما ربنا يكرمها باولاد. وهنا دول فوط بتاعه البرانس. وهنا كده ده شكل الحمام. نخرج بقى مع بعض بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا كده ده شكل الريسبشن كامل، هنجيله بكل تفاصيله. والمطبخ الامريكان المطبخين في بعض، هنا العروسه عندها 2 مطبخ كده مفتوحين في بعض، هنشوف الموضوع ده بس لما نشوف غرفه النوم. غرفه النوم اللي فيها الدولاب في الحيطه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه ابصوا يعني نجرب كل الانوار كده، تقريبا كله منور معانا ما شاء الله اللهم بارك. هنا كده التسريحه بشكل مميز، هم علشان ما يعملوش التسريحه مقابل السرير فعملوا التصميم ان المرايه بتاعتها تبقى الناحيه دي والناحيه دي، فيما بعد لو حب يجيبوا هنا شاشه او حاجه. اما هنا كده دي ستاند كده جاي للبرفانات. دايما في اغلب العرايس بيجيبوا صينيه كده بنحط فيها البرفان، بس هنا ما شاء الله هي جايباه بقى ادوار عشان البرفانات بتاعتها كتير اللهم بارك. وهنا كده العلبه دي بتاعت الفرش. ده شكل كده الغرفه.
هنا ده كده شكل السرير، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا عايزه بس اوريكم الدولاب عموما اللي العروسه حبستني فيه، يعني عايزه تقولوا له حبستني ازاي، طبعا بهزار وضحك ولعب ما بينا زي ما انتم شايفين كده. هنا كان في جزء تاني كده في الغرفه، فهم بدل ما يعملوا دولاب حبوا يعملوها زي جزء دريسنج وعملوها بباب جرار، اللي هو الباب ده انا قفلته عشان تستوعبوها من البدايه هي ماشيه ازاي. فيها ممر بسيط كده، وهو اكبر من مساحه الدولاب العادي يعني بشويه حلوين. هو مش يعني مش زي ما يكون غرفه دريسنج كامله، بس هو ما شاء الله برضو نفعنا، لان نظرا لكميه لبس العروسه بسم الله ما شاء الله. هنا كده حطينا لها اللبس الشتوي، وهنا الشتوي الخروج وشتوي والخروج الصيفي مش بيتحط. اما هنا البيتي الصيفي، وهنا كده الملايات بتاعتها حطيتها لها بتدريج الالوان بتاعتها الدافيه مع بعض والبارده مع بعض. وهنا كده حطيت لها لحاف فايبر، وهنا كده الفوط الاستخدام مع كوفرتا، مع هنا بطانيه، وهنا الشنط والكروسات بتاعتها، طبعا اللبس الخاص مش بنصوره. وهنا دي شنطه العريس، وده الرف اللي احنا سيبناه للعريس بناء على رغبه العروسه، لان يعني حاولنا على قد ما نقدر نصغر التطبيقه ونلم الدنيا خالص. عايزه اقول لكم ان مامتها شايله لها شويه حاجات حلوين كمان من قبل ما ناجي من فوق الدولاب، يعني هي ما شاء الله كلها نظر. قالت يعني الكميه اللي هي فتحتها اكيد مش كل ده يتحط، فشالت فيه حاجات من غير تفتيح لما حست ان الموضوع ممكن يكون كبير. اللهم بارك على المساحه. هنا كده ده شكل غرفه النوم، ده شكل السرير، ده كده شكل الغرفه كامله بالنجفه بتاعتها بالطبلوهات بالستاير الرقيقه القمر اللي من تفصيل وخياطه مامه العروسه. نيجي مع بعض نشوف الريسبشن على السريع، وهنسيب المطبخ لاخر حاجه علشان تفاصيله ما شاء الله كتير. هنا كده الريسبشن مفتوح كله على بعضه، فهنا الجزء ده فيه الليفنج كده، وهنا الانتريه. طبعا الشقه بالذوق المودرن بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده شكل كده الركنه، وده شكل كده الترابيزه بتاعتها، ده شكل السجاده اللهم بارك يا رب، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهنا كده مكتبة الشاشة، وحطينا جنبها الاتنين بف دول لو محتاجة ان هي تقربهم لو حد موجود او عدد اكتر. وهنا كده عاملين الجدار ده زي كده شكل بديل للرخام، بس هو مش بديل رخام، يعني في تقريبا حاجات تانية جديدة طلعت، يعني تحسوه هو ورق حائط تقريبا يعني. بالنسبه للشاشه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، المفروض ان هي المستوى بتاعها هينزل شويه، فهم ان شاء الله هينزلوها، يا اما تتحط على الترابيزه بتاعه الشاشه اللي هي مخصصه ليها، يا اما هتنزل المستوى ده تقريبا عشان تكون ملائمه للعين، عشان هنا بصراحه عاليه جدا. هنا كده ده شكل الركنة كاملة وشفناها مع بعض بكل تفاصيلها. وهنا كده ده بار المطبخ، يعتبر هو السفرة كمان بتاعة العروسة في نفس ذات الوقت، وهنرجع له دلوقتي في كل التفاصيل بتاعته. اما نشوف الانتريه بتاع عروستنا القمر بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هي اخدت في الدهانات الطابع الهادي البسيط الجميل، ودخلت الشغل بقى في باقي الفرش، تقدر ان هي تغير في ده براحتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ده شكل كده الانتريه، وهنا كده الزرعه الجميله دي، وهنا البلكونه بتدخل الجزء ده الباب ده بيدخل على بلكونه، فهنا قالت هتجيب فيما بعد سواء مرجحه او لزبوي اي حاجه. بسم الله ما شاء الله تفصيل مامة العروسه في الستاير بسيط ورقيق، طبعا على حسب ذوق ورأي وطلب العروسه، تلاقيها ما شاء الله يعني بيشكروا جدا جدا في شغلها. هنا كده زي ما انتم شايفين تفاصيل الانتريه، هتطلعوا هنا الطقم ده كامل، طقم الكريستال ده الفازه بتاع شياله الكحك بطبق الفاكهه، وهنا حطيت لها علبه المناديل والباسكت بتاعها. اما هنا كده غرفه الاطفال، ربنا يا رب يرزقهم فيها ان شاء الله الذريه الصالحه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لكم بقى اللي متابع على الفيسبوك او على التيك توك يعني دول اللي هيشوفوا فعلا الشقه دي كانت قبل ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني مجهود جبار بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجه. نشوف بقى تفاصيل الدولاب. هنا كده حطيت لها الملايات بتاعه سراير الاطفال بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهنا كده باقي الملايات بس اللي فيها شغل شويه. اما هنا كده هتطلعوا هنا دول دفايات، وهنا ده مفرش قطيفه، ودول كوفرتيات، ودي بطانيه كبيره تبع المفرش ده كمان يعني بسم الله ما شاء الله. وهنا كده هتطلعوا الدفايات، وحطيت من وراهم برضو دفايات اطفال، ومن تحت كده كوفرتيات. اما الجزء ده من الدولاب بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، هتطلعوا فيه الفوط زي ما هو واضح قدامكم
3 ارفف دول عملتهم فوط، واللي من تحت باقي الارفف مفروشات. هنا كده الفوط حاولنا نبين الرسمه ونرص كل رف كده بالرصه المميزه ليه، مش كل رصه تكون معتاده، بحيث العروسه تفرح بحاجتها كده وتحس ان هي عندها اشكال والوان زي ما بيقول اللهم بارك. هنا كده تحت كوفرتات وفي الوسط بطانيه، ودول مفارش قطيفه في الوسط دفايات. نحاول نعمل ماتشنج ما بين الالوان، ونحاول ان احنا ان كل حاجه تكون مريحه للعين. هنا كده سريرين اطفال وما بينهم الكومود، وهنا الطبلوهات دي طالعه موضه جدا جدا. شوفوا ده تصميم الدولاب، هو معمول كده بحيث ان الشباك برضو ما يتلغاش، ويبقى ده فيما بعد للاطفال مكتب. هما الحته دي، وما كان نفسهم ان هي يبقى للاخر بس عشان الستاره، سالوا فيما بعد ممكن يزودوا قطعه وتبقى ستاره من الداخل زي ما واضح قدامكم كده. ندخل بقى مع بعض علشان نشوف المطبخ. انا بعتذر جدا جدا ان انا بتكلم بسرعه رهيبه، بس عايزه اقول لكم ان انا اصلا بسجل الفويس في وقت التصوير بعد الشغل، اللي هو انا حقيقي فاصله، زائد ان ما شاء الله اليوم النهارده كان طويل علشان حاجه عروستنا اللهم بارك. ف يعني بحاول ان انا استعجل علشان خلاص اروح بيتي، يعني دعواتكم ليا مش قادره اوصف لكم الصبح بيبقى الواحد شكله عامل ازاي واخر النهار الواحد بيبقى عامل ازاي. هنا كده بسم الله ما شاء الله تفصيل المطبخ، اصلا الجزء ده كان مغلق وبعدين فتحوه، او مش عارفه سواء النظر اللي هي يعني باين انهم فتحوه، يعني ده ممكن كان حمام ضيوف وفتحوه او كده. بس عشان يوسع طبعا المطبخ، بما ان الجزء ده كده عملوه سفرة، والجزء ده كله بسم الله ما شاء الله يعني مساحة 2 في 3، 2.5 في 3، ده مساحة السجادة فاضي اللهم بارك. وهنا الجزء ده من المطبخ كده عملوه نيش، وعملوه للتلاجة والميكروويف والفرن زي ما واضح قدامكم. وهنا كده حتى العروسه دي اللي مطبخها بحوضين، يعني هنا في حوض بما اننا حاطين هنا الكوفي كورنر وكده وكوبايات، فلو حبت تعمل اي مشروب او كده يبقى الحنفيه جنبها، الميه يعني في استخدام الميه او تغسل كوبايه او حاجه، يبقى ده جنبها الحاجات الخفيفه او كده. وهنا بقى الحاجات التقيله بقى بتاعه المواعين والطبيخ وكده موجود هنا حوض تاني. هنا كده البوتاجاز في الجزء ده كده، وطبعا فوقه الشباك وفوقه الشفاط. وهنا كده عملوا الرخامه بزاويه عشان يستغلوا كل الاماكن، وعشان طبعا عمق الحوض. هنا كده على شمال الحوض موجود معانا الغساله بتاعه الاطباق بوش. وهنا كده غساله الملابس الاوتوماتيك اللي من فوق تورنيدو زي ما هو واضح قدامكم. ده شكل كده المطبخ. نشوف بقى مع بعض وحدات المطبخ واحده واحده. هنا كده الجزء ده استخدمناه للاجهزه الكهربائيه عشان واسع وعميق، واخد معانا الاجهزه الكبيره. فوق كده المفرمه ومكنه الزبادي والتوستر، وهنا كده كيتشن ماشين والهاند بلندر والكبه، وهنا كده العجان وحله اللي هي قدر الضغط. وهنا كده الجزء ده كده حطينا فيه كل الصواني، وطبعا التربو معروف ان هو للثوم والبصل والبطاطس للخضار عموما يعني. وده شكل المطبخ من فوق تقريبا، هنا نوعه كلادنج. وهنا كده ده طقم الصاج، الحلل الصاج اللي داخله جرانيت. ومن فوق هنا حطينا لها كوبايات برضو شاي وميه وعصير واستخدام وقهوه. اما هنا كده كوبايات برضو للشاي وكوبايات للقهوه، وفوق كده الحاجات بقى بتاعه المشروبات. والجزء التاني برضو اللي فيه الكوفي كورنر موجود فيه كل حاجه. وهنا كده طقم العشاء من لونين، البينك والابيض، فعملت لها البينك على جنب والابيض على جنب، بحيث يعني ايه كانهم يبانوا طقمين. وهنا حطينا لها كده اطقم الشاي الاستخدام وكوبايات الميه او العصير. وهنا بما ان احنا قربنا جدا للبوتاجاز مش معايا وحدات تحت، فحطت لها هنا قريب ليها الطقم الحلل الجرانيت اللي هتستخدمه، وفوق كده الطقم التيفال السافلون. اما هنا حاطط لها كده الطاسات والمقلايات، يعني مش جمع مقلايه ايه يا جماعه، خلاص هنكتب اخر اليوم كل الطاسات كده مع بعض فمشوها طاسات. اما فوق هنا بقى كل الصواني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والجزء من تحت من هنا الجزء ده فيه الانبوبه، طبعا الادراج كالعاده موجود فيها الرفايه. مش قادره بصراحه اوطي اجيب لكم ادراج اكتر من كده اوريكم. هنا كده زي ما قلت لكم الجزء بتاع الكوفي كورنر كامل. فكملنا هنا دي كاسات للتقديم ان هي تقدم فيهم وتستخدمهم برضو عادي. وهنا البولات البايركس والقوارب البايركس والبورسلين مع بعض. ومن فوق من هنا حطيت لها طقم الفامي، ده طقم اطباق كامل بالكوبايات بتاعته. والزاويه دي كانوا عاملين فيها دواره كده، بصراحه ما ينفعش فيها حاجه الا كوبايات، يعني لو حاجه اطول من كده هتقع.
سوري بقى على اي اصوات بره، طبعا زي ما قلت لكم مفيش مونتاج للفيديو، فاستحملوا الفتره دي لما نشوف موضوع في مساحه التليفون ده. هنا كده استغلينا الجزء ده كده للبلاستيك كله، والجزء ده من هنا حطينا فيه الحلل الاستانلس والالومنيوم، بما انهم فئه كده تحسها قريبه لبعض، فكل الاستانلس مع بعض من فوق وكل الالومنيوم مع بعض من تحت، لمت معايا كل الحاجات. وهنا بما اننا قريبين للتلاجة فاستخدمنا الجزء ده جزء تخزين، يعني من تحت كده علب البقوليات عموما والخزين وعلب التلاجة، وهنا علب الرحلات والترامس. اما من هنا ما شاء الله كانت جايبه استندات كتير، فطبعا كل ده مش هينفع يتحط على الرخامه، حطينا لها كده ليها استند الشوربه مع استندات القهوه واستندات الشاي واستند الجيلي. ومن فوق التلاجة من هنا بما ان كل ده زجاج وفيه اضاءه فاستخدمناه زي النيش بالظبط، حطينا لها هنا رف الاركوبايركس ورف الاركوبال. اما بالنسبه لنيش المطبخ طبعا بنعمله كانه زي نيش خارجي، وكمان هو يعني شكله على الريسبشن فواضح، فحطينا فيه قارورات برضو وحطينا فيه كاسات سواء للتقديم او استخدامها الشخصي. كل اللي معاه في النيش هنا بتستخدمه عادي جدا، وحاجات ما شاء الله عمليه. هنا كده كل رف حطيت فيه قاروره، واخر رف حطيت فيه درق العصير ده مع كوبايات تليق عليه. وهنا بقى كل كوبايات شاي وميه وعصير مع بعض. اتمنى ما اكونش نسيت اي حاجه واحنا بناخد جولتنا في شقه عروستنا، وبعتذر جدا جدا على السرعه الرهيبه اللي بتكلم بيها واللي بصور بيها، سامحوني ودعواتكم ليا. طبعا عارفين ان انا عندي بيبي، ببقى نفسي ان انا اروح بعد ما اخلص يومي واقدم مهمتي واخلص شغل كده واروح بقى. دعواتكم ليا اوصل بالسلامه، وادعوا العروسه دعوه حلوه من قلبكم. اتمنى تكون جولتنا في شقتها النهارده عجبكم وذوقها عجبكم، وما تنسوش تقولوا مامه العروسه تسلم ايدك على حاجه العروسه عموما وعلى الستاير وتفصيلها رقيق القمر. هنا كده برضو نشكر مامه العريس، يعني عايزه اقول لكم من الصبح يعني تقريبا بتزغطنا زي البط من الصبح، والله اللهم بارك، قمه الذوق والواجب معانا، اللهم بارك يا رب. كده جولة عروستنا النهارده خلصت، اتمنى تكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد، انتظروني، متنسوش اللايك والشير، مع السلامة.